يعطيكم العافية. بهيدا الفيديو حنشرح درس Chapter 5 اللي هو Stimulated Nuclear Reactions لجريد 12 SC. شو هن الأهداف بهيدا الدرس؟ ما نتعلم شو هي الماس ديفكت، ومنا ما نستنتج شيء اسمه الانرجي produced أو released energy during any nuclear reaction. ما نفهم بعض الأشياء وبعض التفاصيل عن nuclear fission و nuclear fusion، يعني two types of stimulated nuclear reactions. ومعنا ناخد كمان بعض المعلومات العامة حول الانرجي اللي بتصدر بكل تايب من هدول types of nuclear reactions. وكمان ممكن يمرق معنا examples غير الفيشن والفيوجن على stimulated nuclear reactions. هيكون عنا الشغل هو ذاته اللي اشتغلناه بالnuclear fission and nuclear fusion. فأول هدف عندي إياه بهذا الدرس هو الماس ديفكت and liberated energy. نحن بأي type of nuclear reactions في عندي reactants و products. اوكي، reactants وال products هيدول إلهم ماس اسمه ماس before، وهيدول اسمهم ماس after. إذا أنا جبت ميزان، حطيت هذا الميزان ووزنتهم مع بعض، هنلاحظ إنه الماس للبرودكتس هيطلع أصغر من الماس للرياكتنتس. هيدا على شو بدل؟ بدل على إنه في بعض الخسارة صارت بالماس بقلب الرياكشن. هيدي الخسارة هل اختفت؟ لا، هي ما بتختفي. لكن شو صار فيها؟ أينشتاين بيقول إنه الماس هي ذاتها equivalent لشو؟ للإنرجي، من خلال معادلة إنه الإنرجي هي عبارة عن ماس مضروبة بسرعة الضوء بالفاكيوم سكوير. فهيدا اللوس اوف ماس اللي راح عندي هو تحول لشو؟ لشي بنسميه liberated energy. اوكي، هيدي الانرجي بتكون released. اوكي، فهي شو حتساوي؟ حتساوي هيدا اللوس الماس اللي صار مضروب بشو؟ بسرعة الضوء سكوير. اللوس اوف ماس بنرمز لها بشو؟ بدلتا ام، والدلتا ام هي عبارة عن الماس بيفور ناقص الماس افتر. يعني قديش كمية الماس اللي راحت، اللي انخسرت، أو اللي خسرتها هيدا الرياكشن، هي بنسميها الماس ديفكت أو اللوست ماس. أوكي، فالماس ديفكت هي عبارة عن ماس بيفور ماينس ماس افتر. شو اليونت للماس ان جنرال؟ ان جنرال نحن بنعرف انه اليونت اوف ماس از كيلوغرام، بس اذا بدي اقيس انا بالكيلوغرام هيدي الماس حتطلع رقم كتير 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 صغير، تقريبا زيرو. بس نحن ما بدنا نحط زيرو، بدنا نحط رقم معقول فينا نقراه. لهيك في يونت تانية للماس قادرين نستخدمها اسمها الاتوميك ماس يونت. اوكي، بنرمز لها بحرف اليو، وهي عبارة عن 1.66 times 10 to power minus 27 كيلوغرام. يعني أنا إذا بدي أعمل تحويلات، الطريقة شو هي؟ إنه بقول إنه كل واحد يو عبارة عن هالقد. فإذا أنا معي الرقم كان بالكيلوغرام وبدي أطلعه باليو، شو بعمل الكروس مالتيبليكيشن، بقدر أحصل على الفاليو باليو. والعكس صحيح، إذا بدي أحصل على الكيلوغرام كمان بعمل كروس مالتيبليكيشن بحصل على الجواب. أوكي، طيب، فمثل ما اتفقنا انه هيدي الانرجي اللي بتطلع liberated energy هي مثل ما بيقول اينشتاين انه هي عبارة عن دلتا ام مضروبة بسي تو باور 2. اكيد سي بالاس اي يونت، فالدلتا ام بدها تكون بشو؟ بالكيلو جرام. اوكي، اذا كانت السي بالمتر بير سكند، فالجواب للدلتا ام لازم نحوله لكيلو جرام ونضربه بسي سكويرد يلي هي السي بتساوي 3 times 10 to power 8 meters per second. اوكي، فهيدي هي القاعدة تاعت liberated energy. طب نحن بنعرف انه الانرجي هيدي اللي حتطلع معي حتطلع بالجول، بس كمان اذا بدي اقيس الانرجي، بالجولز حيطلع كمان معي رقم صغير. فكمان في يونت تاني للانرجي بنسميها EV، الكترون فولت. اوكي، الكترون فولت.
شو هي الاي في؟ كمان هيدي التحويل هي كل واحد اي في هو عبارة عن 1.6 times 10 to power minus 19 جولز. فإذا كان معي أنا جواب بالجولز وبدي أجيبه بالاي في، شو بعمل كمان؟ cross multiplication. أوكي، بقدر أحصل على الجواب اللي بدي إياه. وكمان في يونت تاني اسمها الميجا إلكترون فولت، ميجا مثل ميجا بايت، أوكي، ميجا بيكسل، هي عبارة عن مليون مرة الاي في. اوكي، بس هيك يعني اذا بضرب الجواب الاي في ب 10 to power 6 بحصل على جواب بالميجا الكترون فولت. اوكي، في قاعدة صغيرة بنحب نضيفها، هي اذا كان عندكم مثلا سامبل معين من مثلا من اليورانيوم، اوكي، بدي اعرف قديش في عدد النيوكلياي بهيدا السامبل. فاذا مثلا عندي لنقول 1 جرام من يورانيوم، اوكي، وقايل لك انه وزن اليورانيوم الوحدة لنقول ايكوال 235 يو مثلا تقريبا. اذا بدي احصى او اذا بدي اعرف انا قديش العدد الان، قديش بيساوي عدد النيوكلياي اللي موجودين بقلب هيدا السامبل، فاللي كل بدي اعمله انه هيدا الوزن اللي هون، اوكي، بدي احوله اكيد لجرام، وبدي اقسم الرقم الكبير اللي هو السامبل كله، قسمي شو؟ قسمي الماس لكل يورانيوم او لليورانيوم نيوكليوس الوحدي. هيك بحصل على النمبر اوف نيوكلياي بقلب الراديو اكتيف سامبل. اوكي، فينا نعطي مثل عليها، مثلا لنقول بالبنك عادة بيجيبوا كيس في بقلبه 500. اوكي، هل بيقعدوا بيعدوهم ال500؟ لا، شو بيعملوا؟ بيوزنوه وبيعرفوا وزن ال500 الوحدة. اوكي، قديش بيطلع الوزن بيعرفوا شو ساعتها، والوزن اللي بيطلع معهم بيقسموه على وزن ال500 الوحدة، بيحصلوا على شو؟ على الان يعني. فهيدا الان هي بتكون عدد ال500، فبيعرفوا قديش الفاليو للمبلغ اللي عنا اياه. فهيدا هو كل شيء له علاقة بالماس ديفكت والليبريتد انرجي. ابليكيشن على هذا الموضوع موجود بقلب الكتاب الدولي. عندي هيدي النيوكليير رياكشن وهيدول القواعد اللي مرقوا معنا من شوي. اوكي، فبقلب هيدي النيوكليير رياكشن طالب مني اجيب الماس ديفكت والانرجي الريليزد. اوكي، انا حجيب كل شيء، حجيب الماس ديفكت باليو وبالكيلوغرام، وحجيب الانرجي كمان بالجولز وبالالكترون فولت وبالميجا الكترون فولت، عشان نستخدم كل شيء مرق معنا من خلال اليونتس والماس ديفكت. فشو بتساوي الماس ديفكت؟ نحن عندنا هيدي الرياكشن قدامنا، بالرياكتانس في عندي نيوترون ويورانيوم، قديش وزنهم؟ هيدا وزن النيوترون وهيدا وزن اليورانيوم، فهون بجمعهم مع بعض. هيدا شو بيشكل؟ هيشكل لي الماس ب4. البرودكتس اللي عندي اياهم عندي واي واي وثلاثة نيوترونز، فشو بيكون وزنهم هون؟ هيتنجمع معانا هيدول وزن الواي والاي مع 3 مرات وزن شو؟ النيوترون، حيطلع معانا مين؟ الماس افتر. فشو حاعمل؟ حنقص البي 4 من شو؟ من اللي افتر، حيطلع معي هيدا الجواب من بعد ما اجمعهم ونقصهم من بعض، حيطلع الجواب 0.218 يو. طيب اذا انا بدي احصل على الجواب بالكيلوغرام، شو بدي اعمل؟ انا بعرف انه 1 يو بيعطيني شو؟ 1.66 times 10 to power minus 27 كيلوغرام. اوكي، طيب اذا انا بدي احصل على الجواب بالكيلوغرام، علامة استفهام، قديش اني عم يعطيني هون؟ عم يعطيني 0.218 يو. فكروس مالتيبليكيشن هقول انه علامة الاستفهام هتساوي شو؟ هتساوي هيدي ضرب هاي قسمي هاي، يعني 0.218 ضرب 1.6 قسمي شو؟ قسمي 1. يعني هون كأني عم بضرب بشو؟ بالرقم اللي عندي اياه بالكيلوغرام، وبيطلع معي الجواب بالكيلوغرام مثل ما شايفين قدام. اوكي، فهيدي اول ريليشن
طبقناها هي الماس ديفكت. فطلعنا الماس ديفكت، هلا بيجي دور انه نطلع الانرجي ريليزد. اذا بطلع الانرجي ريليزد انا بعرف انه السي سرعة الضوء بتساوي 3 ضرب 10 to power 8 meters per second. اوكي، فاذا بدي اطلع الانرجي بدي استخدم الاس اي يونت اول شيء لتطلع معي بالجولز، فبدي استخدم الكيلوغرام بالبداية، فححط الجواب بالكيلوغرام هي، حأضربه بسرعة الضوء مرفوعة سكويرت، فبيطلع معي هيدا هو الجواب لعندي. اوكي، فهيدا جواب بشو بالجولز. إذا بدي أحول هيدا الجواب للإي في كمان ححط مثل ما عملت هون بالكروس مالتيبليكيشن، حقول إنه 1 إي في تعطيني 1.6 times 10 to power minus 19 جولز، وبالتالي الجواب اللي بالجولز بدي طلع منه مين؟ جواب بالاي في. فهيدا الجواب شو حيساوي؟ 1 ضرب 3.256 ضرب 10 to power minus 11 قسمي شو؟ قسمي هيدي. اوكي، دايما هيدا ضرب هيدا قسمي هيدا بيعطيني مين؟ بيعطيني الرابع. فهون حينقسم الجواب على 1.6 times 10 to power minus 19. ما ننسى البراكتس بس نقسم. اوكي، كرمال هيدا اذا ما حطيت براكت حيقسم على اول رقم وحيرجع يضرب بتاني رقم، فالجواب بيطلع غلط. فبنحط البراكتس دايما بس بدنا نقسم. اوكي، فالجواب حيطلع معنا هالقد بالاي في 203.3 ضرب 10 to power 6، 203 مليون. فكم مليون هو بيعطيني الرقم بالماث؟ هيطلع 203 مليون اي في. اوكي، ميجا احفظوها مليون، كم مليون. اوكي، فهيدا بيكون الابليكيشن 5.1، وهيك بنكون خلصنا فكرة الماس ديفكت اند liberated energy، وهيدا بيكون البارت 1 بهيدا الدرس. إذا حدا عنده أي سؤال بيسألني ويتواصل معي.